مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من البرنامج. ضيفي وضيفكم اليوم تقول: تلقينا تعليما جيدا يعتمد على التربيه وبناء الانسان. وكانت مدرستي بالمنصوره تضم مسلمين ومسيحيين ويهود، وتعلمنا من والدينا حب الحياه والايجابيه والسماحه. انها الاستاذه الدكتوره نادية بدراوي، أستاذ متفرغ بكلية طب قصر العيني، ورائدة في مجال طب الأطفال وجودة التعليم. بدراوي من مواليد عام 1947، وكانت من أوائل الثانوية العامة وكلية طب قصر العيني عام 1969، وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه عام 1974 من جامعة القاهرة. فازت بجائزة الدولة للرواد في الطب الدكتورة نادية بدراوي. ساهمت في تطوير كليات الطب المصرية، وقامت بتأسيس العديد من الجمعيات العلمية ومؤسسات المجتمع المدنية، وشاركت في إنشاء الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي، واستشاري عالمي في هذا المجال. بدراوي تؤمن بأهمية السفر والتعلم في الخارج ثم العودة لخدمة البلد، وترى ضرورة الاستفادة بجهود العلماء من خلال ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، كما أنها تحلم بأن يكون للجامعات دور فاعل في المجتمع. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة نادية بدراوي، بالإضافة إلى نبوغها ونجاحها في مشوارها العلمي والعملي والأكاديمي، فإنها زوجة عظيمة لزوج عظيم، وأيضا أم عظيمة لأبناء عظماء، وتحلم دوما لبلدها بالتقدم، وهي قدوة طيبة محترمة تحتذى. إنها حدوتة مصرية وفارس من فرسان الوطن. الأستاذة الدكتورة نادية بدراوي، أستاذ طب الأطفال المتفرغ بالقصر العيني والرئيس السابق لهيئة الاعتماد وضمان الجودة. أهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بيك.